بعد ما عرفنا إن كل الحياة على كوكب الأرض هتتدمر بسبب الظلام، انطلقت البنوتة موانا في رحلة علشان تنقذ قلب تافيدي بمساعدة أخطر ملاح في العالم. النهاردة هنلخص قصة فيلم موانا من سنة 2016. كان يا مكان كان في محيط كبير على الأرض، والحاكمة تافيدي ظهرت وخلقت كل الحياة، بس كان في ناس أشرار بيحاولوا يسرقوا قوة الحاكمة دي، لغاية ما ظهر ماوي ولف المحيط كله عشان يلاقي الحاكمة. لكن الأشرار قدروا يسرقوا قلب الحاكمة، وبدأت تافيدي تنشر الظلام على وجه الأرض، والدخان اللي بتطلعه كان بيدمر كل حاجة بيلمسها. ماوي حاول يهرب بعد ما قدر ياخد قلب تافيدي، لكن في طريقه قابل وحش الأرض والنار وضربه ضربة قوية خلاه يضيع قلب تافيدي، وسلاحه السحري ضاعوا في المحيط. وبالمناسبة سلاح ماوي هو عبارة عن خطاف بيلوح بيه في الهواء وبيتحول حيوانات مختلفة. وبعد 1000 سنة بنعرف إن ده كله مجرد قصة بتحكيها الجدة تالا لمجموعة أطفال صغيرين، وكانوا خايفين جدا، بس الرئيس توي دخل بسرعة عشان يطمن الأطفال. بس لما فتح الستاير ظهرت صور وحوش مخيفة خوفتهم أكتر. والله يا عمو كانوا مرتاحين من غيرك. المهم موانا وعلى عكس الأطفال حبت القصة وراحت تراقب البحر وجريت عنده لوحدها، فلقت هناك سلحفة صغيرة وساعدتها تدخل البحر. بس فجأة ظهرت موجة كبيرة وراحت ناحيتها والبحر اتفتح قدامها، وكمان ظهر صدفة على الأرض وموانا أخدتها وابتدى الموج يبتعد حواليها. في الوقت ده ظهرت موجة سحرية لفت شعرها واديتها حجر أخضر لامع. اتخيلوا معايا كده ايه اللي حصل أول لما لمستها؟ ولا حاجة حصلت، وصل باباها وبوظ المشهد. المهم بقى في قرية بتاعتهم اللي اسمها موتونوي بنعرف كمان ان موانا هتبقى الرئيسة الجاية بعد باباها. ولما كبرت موانا حبت البحر اكتر ودايما بتحاول ترجع له، لكن مسؤولياتها في القرية بتخليها ترجع وبتساعدهم كلهم، وبتوصل لها اخبار مش كويسة، وهي ان الصيادين مش قادرين يلاقوا سمك في البحر مهما راحوا في اي اتجاه. فموانا بتتوقع انهم لازم يعدوا الحواجز، لكن باباها ما كانش عايز يعرض حياة الناس للخطر أو يسيب بنته تروح للبحر بالطريقة دي، وده جرح مشاعر موانا جدا قدام الكل. فمامتها بتاخدها وبتقولها إن باباها كمان كان بيحب المحيط، لكن بعد ما عدى الحاجز قابلته عاصفة قوية وصاحبه وقع في الموج، وللأسف باباها ما قدرش ينقذه، علشان كده هو مش عايز يخاطر تاني. بس موانا ما سمعتش الكلام وطلعت في واحد من المراكب للمحيط، وخدت معاها خنزير صغير. هي طبعا خايفة بس فضلت تشجع نفسها وهي بتقول ان في سمك اكتر بعد الحاجز. وفجأة الرياح بتزيد والخنزير وقع في المية، وبتيجي موجة كبيرة بتوقع موانا كمان في المحيط، بس قدرت تمسك الخنزير الصغير. بس في موجة تانية ضربتها واخدتها لتحت المحيط، لكن بنتنا قوية وقدرت ترجع للشاطئ تاني، ومحدش يسألني ازاي، انا لو مكانها كنت مت من الخوف. ومن الوفاء اول حاجة عملتها راحت تشوف الخنزير تعبان ولا لأ، وما كانتش واخدة بالها انها مجروحة في رجليها. في الوقت ده تيتا تالا ظهرت وقالت انها مش هتقول لباباها عن حاجة، وموانا بدأت تندم عشان ما سمعتش كلام باباها وان كلامه طلع صح. وبعدين بتاخدها الجدة تالا في مكان في نفق غريب، ولما موانا دخلت شافت مراكب كبيرة وراحت لطبلة على واحدة من المراكب دي وضربت عليها 3 مرات، فظهرت صور مجموعة من البحارة اللي كانوا ماشيين في اكتر من 20 مركب في جزر مش معروفة. واكتشفت موانا انها من نسل المسافرين وفرحت جدا، بس بسبب الحكايات عن ماوي بدأت الوحوش تظهر والمراكب ما عادتش ترجع للبحر زي ما كانت، وكمان اختفى السمك. وعشان يحموا الناس زعماء الأسلاف دي منعوا السفر بعد الحاجز ده، والظلام فضل ينتشر. في الوقت ده الجدة تالا بتخرج قلب تافتي وبتديله موانا وبتقولها ان في حد فعلا يقدر يرجع السلام للعالم ده، فهي انت يا موانا. بس هي ما كانتش عارفة تعدي الحاجز ده لوحدها، وفكرت انها تطلب المساعدة من باباها. يعني هو رافض انك تعدي الحاجز، هتروحي تقولي له انا عايزة اساعد العالم؟ طب استحملي بقى. اخد منها قلب تافيدي وبيرميه على الارض وبيقول انه هيكسر كل المراكب دي. ولكن الجدة تالا بتتعب، ولما موانا بتروح عندها جدتها همست في ودنها وقالت لها تروح البحر وتلاقي ماوي اللي هيعرفها هي مين، وبتديها عقد فيه قلب تافيدي الحقيقي. فبسرعة موانا بتاخد واحد من المراكب اللي في المغارة وبتطلع على المحيط. وهي في الطريق موانا سمعت صوت جوه المركب واكتشفت ان في ديك اسمه هاي هاي مستخبي هنا. اول لما طلع الديك وبص حواليه اغمى عليه من الصدمة ونط في المحيط، بس موانا لحقته ورجعته. وبما ان الطريق طويل قررت ترتاح شوية وتنام، بس يعني ما كملتش النومة اللي لسه ما بدأتش، وجت رياح جامدة غيرت اتجاه المركب. ولما موانا حاولت ترجعه تاني ظهرت موجة كبيرة وقعتها في المحيط.
تاني يوم بقى صحيت موانا متغطية بالرمل على شاطئ غريب. قلب تفيدي كان سليم لكن المركب اتدمر، ولما بصت على الصخور اللي جنبها لاحظت ان علامة ماوي مرسومة عليها، وفجأة المحيط قال لها ان في حد جاي. فموانا اخدت الديك واتخبت تحت المركب، وبيظهر ماوي اخطر ملاح في العالم، صاحب الخطاف السحري، بيرفع المركب بايد واحدة، شايف نفسه رونالدو. المهم موانا ما خافتش منه وضربته، فهو قال لنفسه كده ازاي انا اكتشف جزر كتيرة وادمر وحوش في البحر وتيجي عيلة تضربني بالشكل ده، وراح ماسك موانا رماها في المغارة. بس هي قدرت تطلع من فتحة في السقف، وفي الوقت ده كان ماوي أخد المركب بتاعها ومشي بيه، بس موانا لحقته بسرعة، وكل ما يحاول يوقعها المحيط بيرجعها تاني، حتى بعد ما ورته قلب تفيدي رماها هي والقلب في المحيط، بس رجعوا تاني والمحيط رماه هو في البحر. وبنعرف انه بقى يخاف من الحجر ده لانه خلاه يخسر قوته وسلاحه. واثناء الحكاية دي بتظهر شوية جوز هند عندهم عيون ومعاهم اسهم وعايزين قلب تفيدي. هختصر عليكم القصة. ماوي مرضيش يتدخل عشان مش معاه الخطاف ومش عارف يتحول، والديك كل شوية ينط في المحيط، وسفينة الجوز هند اتقسمت 3 سفن. كل ده علشان ياخدوا ايه؟ ايوه، الحجر اللي هاي بلعه اصلا ونط في المحيط تاني. فبدل ما كانوا عايزين قلب تفيدي بقوا عايزين هاي. فموانا بكل بساطة أخدت المجداف وضربتهم كلهم، وأخدت هاي ورجعت للمركب تاني. وماوي كان منبهر بيها، هو طبعا كان فاكر نفسه أعظم بطل في العالم، لكن موانا قالت له إنه معروف كشرير لأنه سرق قلب تفيدي، وإنه لو رجع الحجر هيكون بطل حقيقي. فوافق يروح في المهمة، لكن بشرط إنها تساعده يرجع سلاحه. وبعدين وصلوا جزيرة الوحوش اللي فيها هيلاقوا الخطاف، ودخلوا عن طريق فتحة فوق الجبل، وكان لازم يهزموا ملك الوحوش اللي بيكون الكابوريا. وموانا بتساعد ماوي إنه ياخد الخطاف بتاعه، وقدر يهزم الكابوريا ويرجع سلاحه. وفي الطريق ماوي قرر يحكي لها قصته، وإن الحكام لقت ماوي في البحر وادوله الخطاف ده عشان يبقى البطل اللي يساعدهم، بس بسبب إنه أخد قلب تفيدي من الأشرار الناس فكروه شرير. فموانا بدأت تتأثر من قصته وقالت له أفعالك هي اللي بتحكم وهي اللي بتخليك بطل. فماوي اتحمس من كلامها وأخد منها الحجر وتحول لنسر وطار ناحية الجزيرة، بس هجمت عليه النار فوقع في البحر. فراح بسرعة ورا الحجر وقدر يرجعه. فموانا لاحظت إن الوحش مش بيحب المية، فوجهت المركب عشان تتجنب الوحش، لكن ماوي حاول يمنعها لأن الوحش ده خطير جدا. وفعلا الوحش استهدف موانا، وماوي قدر يلحقها في آخر لحظة ويصد الضربة بالخطاف بتاعه، وفي المقابل الخطاف بتاع ماوي اتكسر. فماوي بدأ يلوم موانا لأنها السبب في إنها ما سمعتش كلامه، واداها الحجر وتحول لنسر وطار بعيد. فموانا بعد اللي حصل ده رمت الحجر في البحر، وقالت للمحيط إنه لازم يلاقي حد تاني عشان يكمل المهمة. بس فجأة ظهرت جدتها في المحيط على شكل ضوء واتكلمت مع موانا، وفعلا موانا نزلت ورجعت قلب تفيدي ورجعت تاني للجزيرة دي. وهي بتقرب ظهر الوحش الناري تاني، فسرعت المركب عشان تتجنب هجماته، لكن الوحش بدأ يرمي النار عليها وسد الطريق. وبالعافية موانا قدرت توصل للممر التاني، لكن الوحش هجم عليها تاني ووقع صخور كتيرة وجه جزء منها على المركب، ووقعت موانا في المحيط. بس بعدين ماوي ظهر على شكل نسر وقطع ايد الوحش، وبعدين اتحول لحوت وساعد موانا. ولما موانا اكتشفت اللي بيحصل طلعت الجبل بسرعة لحد ما وصلت للقمة، ولاحظت ان تفيدي مش موجودة، لكن لما بصت على الوحش شافت نفس التصميم السحري على راسه. وفعلا الوحش انجذب للحجر وراح عندها، واول ما وصل عندها موانا حطت القلب في مكانه، وبتظهر تفيدي وبيبدأ يختفي معاها كل الظلام. وكمان ماوي طلب منها السماح على انه سرق الحجر منها، وهي ادته خطافة. وفي النهاية موانا رجعت لجزيرة موتونوي، وكان اهلها كلهم مستنيينها. وانا كمان مستنياكم تشتركوا في القناة وتنوروني عشان تشوفوا باقي الملخصات. وبس كده.